عاد بوروسيا دورتموند من أرض مستضيفه أوغسبورغ بخسارة بهدفين مقابل هدف واحد اليوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم. افتتح دونيل مالين التسجيل للضيوف في الدقيقة الرابعة قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة عبر أليكسيس كلود في الدقيقة الخامسة والعشرين، ويضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50. وزادت معاناة دورتموند بتعرض مدافعه الموغيرا كابار للطرد في آخر أنفاس المواجهة، ليتجمد رصيد دورتموند عند 13 نقطة، ويرفع أوغسبورغ رصيده إلى 10 نقاط. وانفرد لايبزيغ بصدارة الترتيب مؤقتا عقب فوزه على فرايبورغ بثلاثية لهدف واحد. وعزز لايبزيغ الذي خسر أمام ليفربول بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع رصيده إلى 20 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ الذي يقابل مضيفه بوخوم الأحد، مع فرصة استعادة الصدارة بفارق الأهداف. من جهته تجمد رصيد فرايبورغ عند 15 نقطة في المركز الثالث.